رايحين دلوقتي على كايرو كوميكس. من الحاجات اللي مقتنع بيها جدا وهي انك عشان تقدر دايما تكريت حاجه وتفضل دايما عضله الابداع دي عندك شغاله، انك لازم تطلع بره دايرتك وتتعرض لانواع فنون مختلفه. وبصراحه لقيت ان كايرو كوميكس كانت فرصه لده، رغم اني في حياتي عمري ما قريت كوميكس قبل كده، غير طبعا مجلات ميكي اللي كنا بنجيبها واحنا صغيرين، وقتها حتى ما كنتش اعرف ان دي كده اسمها كوميكس. ولكن قلت اجرب واخوض هذه الرحله المرهقه لاني بسافر مواصلات ومش قاعد في القاهره. فهل كانت تستحق؟ حضرت نفسي، خدت المايك اللي نسيت اني خدته وانا هناك، كان ما كانش معايا مايك. لبست، اتاكدت ان الدنيا مشحونه، ونزلت عشان ابدا الرحله من محافظه بني سويف الى القاهره، وتحديدا متحف محمود مختار. ايه الزحمه دي؟ اصور ازاي انا دلوقتي؟ ما تقلقوش، صورت حاجات كتير، بس خلونا الاول نعرف ايه هي كايرو كوميكس. هي هو ولا هي ايه هو كايرو كوميكس؟ ايفنت بيتعمل بشكل سنوي، وهو بكل بساطه مهرجان القاهره للقصص المصوره. بيضم بشكل اخص رسامين الكوميكس وكتير من الناس المبدعه اللي بتعمل حاجات تانية. من الشخصيات اللي بحبهم جدا واللي شاركوا في المهرجان في نسخه الاولانيه كان حد زي دكتور احمد خالد توفيق، وبرده استاذ احمد امين كان راح قبل كده. فقلت اوكي، خليني انا كحد بيعمل فيديوهات يعني اشوف ايه اللي ممكن اروح واخده من هنا. كوميكس بشكل ملخص هي قصة مصورة، قصة مصورة بمعنى إن هي فيها صور بتحكي الأحداث ومعها التكست بتاعها، سواء دايلوج سواء ديسكريبشنز مثلا بسيطة أو كده. فدي يعني كوميكس أو اللي هو بيسموه الفن التاسع الوثائقي هو أكتر فن قريب من السينما. يعني حتى اللي بيعمل أفلام دايما بيقول لك بيعمل ستوري بوك، وعادة أنت الستوري بوك دي عبارة عن فكرة كادرات ورا بعض. هي الكوميكس يعني اللي بيحب يكتب الرواية ده اللي بيكتب الإينر أكتر، لكن في ناس لما بتحب تكتب الفيجوال دول اللي بيكتبوا مثلا سكرين بلايز او حاجات زي كده اللي هو زي الموفيز بقى. فالفيجوال اللي هو كوميك وبعد كده الفيلم ايوسي يعني. بس هو ده ايوسي ده اقرب فعلا حاجه قريبه اللي انت بتقول. مش هكدب عليكم، اول ما روحت هناك انا مش فاهم انا هنا بعمل ايه. كل الناس عارفه هي رايحه لمين بالظبط، عارفه فنانينها المفضلين، عارفين هم رايحين يعملوا ايه، وانا قاعد تايه مش عارف انا فين ولا انا المفروض اروح لفين ولا اتكلم مع مين ولا. ولكن واحده واحده كده ابتديت ابص على الشغل اللي موجود هناك. تقريبا شفت كل البوثز اللي موجوده واتكلمت مع بعض الناس، وبصراحه ناس مبدعه جدا. الحاجات اللي تقدر تلهمني عموما هي حاجات بس معموله وطالعه من القلب. حد عنده حاجه يقولها، حد عنده قصه وبيطلع القصه دي بحب في شيء جايز ما يكونش مألوف قوي، سواء بقى كان كوميك، ستيكر، ديزاين، او اي حاجه من الحاجات التانية اللي كانت موجوده. ابتدينا كتابه فيها من 2012، نزلنا اول عدد مرسوم في اول كايرو كوميكس في 2015 دي الدوره السابعه، كنا ساعتها الدوره دي، ومن ساعتها عملنا اربع اعداد. الاربع اعداد دول بيحكوا ازاي العصبه اتجمعوا مع بعض، ازاي اتقابلوا الشخصيات وبقوا بيشتغلوا مع بعض. مثلا ولهان كان بيتكلم عن التحرش، مريم كان بيتكلم عن نقص الدواء في مصر، وبعدين عملنا كولابوريشن مع اثارنا المتغربه، رساله بحثيه بتتكلم ازاي الانجليز زي ما ات سام بوينت كانوا بيفيدونا انهم عاملين ايجيبتولوجي هم سرقوا مننا اثار برضه. احنا بنكسبوز شويه الاثار اللي اتسرقت او فكره الاثار اللي اتسرقت. السنه دي عاملين كولابوريشن مع جهه اسمها سانوس سياط، هي بتخدم الاطفال اللي في الشارع. عملنا حتى اللي هو العدد اللي هو بتاع ميكروباص الشارع دوت. الفيجن بتاعتنا ببساطه يعني لو السوبر هيروز بره بينقذوا الناس، السوبر هيروز في مصر من وجهه نظرنا هم الناس، والابطال بتاعنا هم بيساعدوهم ليس اقل. الدنيا زحمه بشكل مش طبيعي، انا بالعافيه قادر اخرج الموبايل بره محيط جسمي. عاملين جوه زي متحف كده او معرض بتاع حاجات بصراحه انا مش قادر افهمها واتعلق بيها قوي، ولكن بحاول. بس هو الموضوع لطيف يعني، خفيف وحلو. يمكن ما كنتش قادر افهم قوي انا هناك، بس لما روحت وفكرت في الموضوع وحتى قريت قصه من عدد العصبه اللي اشتريته، لا الحاجات دي معموله بحب ومحطوط فيها مجهود. فكره انك بتحكي قصص ناس حقيقيه محدش بيتكلم عنها، بتخليها هي السوبر هيرو، وبتحط لي الحكايه دي في شكل صور معموله بصدق، مخليني مبسوط جدا. وبصريا حتى الموضوع جميل، عيني كانت مستريحه وانا بتفرج سواء على الحاجات اللي هناك او لما جيت اقرا القصه اللي هنا. عيني مستريحه، قادر اتخيل الشخصيات وهي بتتكلم، حتى قعدت اقلد اصواتهم. كنت فاهم كويس قوي الناس دي عايزه توصل ايه، لان في الاول وفي الاخر احنا كبني ادمين بنحب القصص، والناس اللي موجوده هناك عندهم فعلا قصص وراها قيمه كبيره بيحاولوا يحكوها، بس جايز الطريقه مش مألوفه شويه. بس هي في النهايه زيها زي السينما، قصه ليها رساله بتتحكي في عالم موازي. فانا فعلا ممكن ابتدي اقرا وادخل جوه العالم ده اكتر، ويكون مصدر الهام بالنسبه لي 100%. هيكون مصدر الهام بالنسبه لي، حتى ان كان في الكادرات اللي بصورها او في القصص اللي باخدها. والجميل في الموضوع انها مصريه، واخده من فولكلور
ديكور الشارع المصري بتاعنا، واخده من ثقافتنا، وبالتالي برضو نقدر نتعلق بالقصص اللي بتتحكي. ده الشيء الحلو، ده الشيء اللي بعشقه، انك تريبريزنت الحته اللي انت طالع منها وما تفضلش بس متعلق بقصص الغرب وحكاويهم، وتعمل الحاجه بتاعتك انت. وده بالظبط اللي هم بيحاولوا يعملوه، مش كلهم اكيد، بس انا شفت حاجات هناك في منتهى الجمال. فاين ارتس اكتر يعني حاجات معروفه اكتر زي باتمان، مون نايت، ممكن حاجات ياباني اكتر، وان بيس، مش عارف ايه. وبرضه عامل انا حاجه اوريجينال سوبر هيرو مصري اسمه روح الزمن. شغال حاليا في شركة المعاصر للكتب التعليمية، رسام. وجنب الشغل الأساسي بتاعي بشتغل بقى في الكوميكس وفي الإلستريشنز وكده. وده اللي انا كنت عايز تعمله من الاول. يعني أنا حتى في ثانوية عامة كنت جايب مجموع يسمح لي أخش صيدلة وهندسة وكده، بس لا يعني أصريت أخش فنون مزاجي. الحاجة اللي أنا حاببها، الحاجة اللي أنا حاسس إن أنا هبدع فيها، هبقى مرتاح فيها. يمكن ما جبتش حاجات كتير قوي، بس دي الحاجات اللي جبتها. العصبة، وهي برضو للعصبة، فده جبت البوستر ده بتاع جاد اوف وور. مؤخرا اللي ابتديت العبها بحبها بصراحة، الديزاين جميل جدا، كان بتاع سارة عطوة. وايضا بعد الستيكرز انا طبعا مش عارف اجيبه بقى، بس عندنا هنا مون نايت كنت خدته من يوسف. وايضا دول الستيكرز دي باتمان، جوكر، وكان في واحد زيادة اللي هو هنا كان سبايدر مان. كانت تجربة لذيذة صراحة. الناس تحت هم لسه قاعدين يمكن ساعة أو حاجة كمان. فنانين كتير جدا وبيحسوك انك مش لوحدك يعني. والشغل شكله جميل، شغل حتى لو انا مش فاهمه فهو مبهر للعين، وراه قصة وراه معنى، وده الشيء الكويس. هم لسه قاعدين شوية تحت، لكن انا تعبت بصراحة. انا اعتقد المرة الجاية اللي هاجي فيها هيبقى معايا حد فاهم اكتر، فمش هبقى تايه. ولكن انا مبسوط ان في ناس مبدعة بتعمل حاجة موجودة ومش كتير يعرف عنهم، بس كل سنة بيتعرفوا اكتر، وده واضح من عدد الناس لانه كان كبير جدا جدا. فبس يعني كانت تجربه لذيذه جدا، وان شاء الله تتكرر. وادتني فعلا اللي هو انت لو رحت اتعرضت لاي نوع من انواع الفنون انت هتاخد حاجه. شجعتني ان انا اخوض التجربه دي تاني، لو حتى مع انواع مختلفه تانية من الفنون. والحته اللي فتحت في مخي كده اهو، حاجه بسيطه فتحت، لان انا برضو ما تعمقتش قوي في الموضوع، ولكن في حته كده اهو فتحت اللي هو انت ممكن تاخد من هنا كذا. فانا متاكد اني لما اروح اتعرض لحاجات تانية هكتشف برضو حاجات ممكن اخدها منها. حاول تطلع من دايرتك وتتعرض لحاجات تانية حتى لو انت مش مهتم بيها قوي، وفعلا جايز تلاقي حاجة، وجايز اصلا تهتم بيها. يا اخي رحلة طويلة يا اخي يعني وصلنا المفروض دلوقتي اروح اجيب كتب علشان التحدي بتاعنا، عشان نملى وقتنا بالشيء غير الموبايل. استنوا بقى التحدي من غير سوشيال ميديا 45 يوم. شوف الفيديو اللي فات لما كنت شفته. مع السلامة.